السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كوكيز الافران بمقادير بسيطة جدا متوفرة كده عندك في البيت. هتعمليه بأسهل وأبسط طريقة، من عجينة واحدة بس هتعملي كوكيز فانيليا وكمان كوكيز شوكولاتة. وصفتنا سهلة وبسيطة، من بيضة واحدة بس هتعملي كل الكمية دي. طعمه لذيذ جدا، فرحي بيه ولادك. اوعي تشتريه تاني من بره. كوبايتين دي وبيضة هتعملي احلى واجمل كوكيز ان شاء الله لاولادك في البيت. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير. يلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية معايا بولة، هنزل كده بنص كوباية من الزبدة، ضفت لها كده مكملة يعني نص كوباية الزبدة بمعلقة من السمنة. ممكن كده تضيفي سمنة بس او زبدة بس، وممكن كمان تستخدمي زيت بس. الاضافات دي طبعا بترجع لرغبتك. ضفت لهم هنا كوباية كده من السكر البودر، وهبدأ كده بالمضرب الكهربائي هضربهم كويس جدا مع بعض. بتتأكدي كده ان السكر طبعا بدأ يدوب معاكي. هنزل كده عليهم ببيضة بدرجة حرارة المطبخ. ضفت لها كمان باكت كده من الفانيليا، المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف. هبدأ كده اضرب كويس جدا لغاية كده ما اتأكد ان البيضة اختفت خالص معايا. معايا كمان 3 معالق كبار من الزيت. بنزل كده بالزيت واحدة واحدة. وبتبدأي كده بتنزلي طبعا جوانب البول علشان كل الخليط ينضرب كده زي بعضه. خلاص ضربت كده الخليط مع بعضه، ومعايا هنا كوبايتين من الدقيق ضفت لهم كده معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنزل كده بالدقيق طبعا بالتدريج. كل دي بيختلف كده عن التاني في امتصاصه للسوائل. لو احتاجت مني معلقه كمان او معلقتين هبدا كده ازود لها. احنا هنا طبعا مش هنعجن خالص، احنا هنا بس بنلم كده العجينه. بتبداي كده بتلم العجينه كويس من غير ما تعجني خالص. هلمها كده بايديا. وهي لسه بتلزق كده في ايديا هبدا كده اقسمها نصين. نص كده هعمله بالفانيليا والنص التاني بالشوكولاتة. وصفة سهلة وبسيطة جدا، بيضة واحدة بس هتعملي احلى كوكيز لولادك في البيت. قسمتهم كده النصين. النص الاولاني اللي هعمله بالفانيليا ضفت له كده معلقة من الدقيق، وهبدأ كده اقلب برضو. بتشربي كده العجينة بمعلقة الدقيق من غير ما تعجيني خالص. بتعملي لها كده اختبار بايديكي. انا حسيت لسه ان هي كده محتاجة مني يعني نص معلقة كمان. هي كده اخدت مني معلقة كبيرة من الدقيق. لميتها كده وهغطيها بكيسة وكمان سبتها على جنب. ومعايا هنا العجينة اللي هعملها كده بالشوكولاتة. ضفت لها كده معلقة من الكاكاو الخام. هبدأ برضو نفس اللي عملته كده مع عجينة الفانيليا هعملها كده في عجينة الشوكولاتة. هزود كده برضو بالتدريج واحدة واحدة. احتاجت برضو مني شوية من الكاكاو الخام. هبدأ كده ألم العجينة بدون عجن خالص. وبرضو هعمل لها كده نفس الاختبار. وهنبدأ على طول هنقطع كده مع بعض الفانيليا. معايا هنا صاج مش متون اي ماده دهنيه، ومعايا كمان شوكولاته شيبسي بتجيبيها كده من عند مستلزمات الحلواني او من عند العطار. هنبدا كده بتكوري كده طبعا حته كده من العجين. الحجم ده بيرجع لرغبتك، عايزاها كبيره عايزاها صغيره برضو براحتك خالص. وبتبداي كده بتثبتي عليها الشوكولاته شيبس. وهنبدا كده نرصها في الصاج. وصفه سهله وبسيطه جدا، يعني ممكن كمان تضاعفي كده كميه المقادير. طريقة التشكيل سهلة خالص. تبداي كده بترصي كده وتثبتي عليها الشوكولات شيبس، وبعد كده بترصيها في الصاج. بتسيبي مسافة بسيطة خالص بين الواحدة والتانية. تبداي كده بتاخدي كده قطع من العجين بتكوريها كويس خالص، بتنزليها كده في الشوكولات شيبس. وتبداي كده في الصينية او في الصاج اللي هتسوي فيه بتضغطي عليها ضغطة بسيطة خالص. طريقته سهلة وبسيطة، كوبايتين دي وبيضة هتعملي احلى واجمل كوكيز كده لولادك في البيت.
خلصنا كده الفانيليا، هنبدأ كده طبعا في نفس الصاج هنعمل كده عجينة الشوكولاتة، نفس كده اللي عملناه مع الفانيليا هنعمله برضو نفس كده الكورة. بتحاولي كده تخلي طبعا البسكوتة قد بعضها، بتكوري كده قطعة كده من العجين، وبرضو بتنزليها كده في الشوكولات شيبس، بتثبتي اهم حاجة عليها الشوكولاتة علشان ما تنزلش منك كده في الصاج وهي بتستوي. عايزة كده ترصيها بايديكي برضو براحتك خالص، عايزة تنزليها على طول في الشوكولات شيبس برضو براحتك. المقادير كلها كده متوفرة في بيتك، جربيها وان شاء الله تعجبك جدا. بنعمل كده الحاجة لولادنا بطريقة اقتصادية مش مكلفة ولا حاجة. عايزة تكبري الحجم شوية عن كده براحتك خالص، بيرجع برضو لرغبتك. طريقة التشكيل سهلة وبسيطة جدا، هتعملي كده الكوكيز لولادك في دقايق. هبدأ كده أشكل الكمية كلها، طريقة تشكيلته سهلة جدا مش هتاخد منك دقايق. بتسيبي كده مسافة بين كل واحدة والتانية عشان احنا مش هنسيبها طبعا تخمر، احنا هنسويها على طول، بس بتسيبي مسافة كده عشان لسه يعني هتفرد سنة بسيطة كده في الفرن. كوكيز الأفران بأسهل وأبسط طريقة، اعمليه كده وفرحي بيه ولادك. هبدأ كده اخلص الكمية كلها تشكيل. شكلنا كده الكمية كلها، الكمية دي طالعالي من كوبايتين دقيق وبيضة واحدة. هتعملي احلى واجمل كوكيز لولادك في البيت. هتكوني كده مسخنة الفرن بتاعك قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180، هتدخليها رف اوسط. هتقعد معاكي في الفرن من 15 ل20 دقيقة. هيطلع معانا ما شاء الله عليه. طبعا هو مش هياخد معاكي لون، هو بس هيكون مستوي معاكي طالع كده ناعم، وكمان في نفس الوقت فيه قرمشة بسيطة. كوكيز الافران باسهل وابسط طريقة هتعمليه لولادك في البيت. عملنا منه الفانيليا وكمان عملنا الشوكولاتة، كوبايتين دي وبيضة واحدة بس، هتعملي احلى واجمل كوكيز افران في البيت. طعمه طبعا لذيذ جدا، ريحته معبية المكان. وصفة سهلة وبسيطة، اهم حاجة ما تنسوش تدعموني، وفي رعاية الله.